أحد الإعلاميين الكويتيين، للأمانة أول مرة أسمع باسمه مع كل الاحترام له، أحب أنه ينتقدني أنا وشعيب في برنامجه. للأسف الشديد أن هذا الإعلامي لا يمتلك ذرة من الاحترام ومن أسلوب التحاور والنقد البناء. خلوني أكلمكم بالمنطق وأنتوا حكموا. وصلنا الزمن صار الرجال إذا يبي ينشهر يطعن بشرف بنت، يتكلم بسمعة بنت. من متى صار الإعلام الكويتي عشان أنا أوصل رسالتي أستخدم الألفاظ البذيئة والصوت العالي والصراخ؟ هذا رقم واحد. رقم اثنين، أنا بنت كبر بنتك، شلون تتجرأ تطلع وتحكي فيني بهذا الأسلوب السوقي جدا؟ لما تي وتقول إن هذول الفاشيستات ما يمثلون الكويت، عادي من يمثل الكويت؟ أنت؟ لا والله، أنا عندي شعيب مثل الكويت وأفتخر فيه وأعتز فيه. هذا وأنت اللي صار لهم سنين بالسوشيال ميديا ما انتقدتهم، انتقدتني أنا اللي مالي شغل بحد، اللي رايحة لندن أمثل ديرتي بكل فخر وبكل احترام، رايحة أدرس وأرفع راس ديرتي وأهلي وأرد الكويت. لما انتي وتقولهم مفسخة، عطني صورة واحدة طلعت فيها جزء من جسمي، انت حسبالك أنا ما وراي أهل، ما وراي أبو، ما وراي أخو، ما وراي رجال؟ من وجهة نظري أنا أشوف أن كل الفاشينيستات، كل البلوجرز، كل مشاهير السوشيال ميديا أحسنوا تمثيل الكويت بطريقتهم الخاصة، ولكن إعلامي مثلك يشهر بنت ديرته عشان هو ينشهر والناس تتكلم عنه، فأنت عار على الإعلام الكويتي وأنت عار على الكويت. أتمنى من كل قلبي لك وللناس اللي يطبلون لك أنكم تعلمون آداب الحوار والرقي في الحديث، وإني أنا أختار كل كلمة أنا أقول. حاليا راح أتخذ إجراء قانوني ضد الشخص اللي اسمه محمد جعفر، لأن